يلا بينا النهارده نعمل احلى بيتزا طعمها تحفه ومغذيه جدا، كمان العجينه بتاعتها مميزه قوي قوي، بستخدمها في حاجات كتيره قوي. ساعات بعمل منها سندوتشات المدرسه، سندوتشات بيتزا، قرص محشيه جبنه او عجوه. العجينه اللي هقولكوا عليها دلوقتي دي استخداماتها كتيره جدا عندي، لدرجه ان انا بعتمدها في اغلب اكلاتي. كمان بعملها ساعات محشيه لحمه مفرومه، فراخ، اي حاجه. بصوا يلا نشوف الطريقه مع بعض وان شاء الله تعجبكم. اول حاجه عندي هنا ده كيلو دقيق بيتزا، ممكن نستخدم اي نوع دقيق تاني بس يكون متعدد الاستخدامات. هحط عليه رشة ملح، معلقة صغيرة بيكنج باودر. هقلب كده الحاجات دي مع بعضها. بعد كده هحط كيس خميرة، وكمان معلقة سكر كبيرة، و4 معالق لبن بودر. وهقلب بقى كل الحاجات الجافة دي الاول مع بعضها، وبعد كده هنزل بقى بالحاجات السوائل بتاعتي. المهم بس الحاجات الجافة كلها تتقلب بالشكل ده، تتقلب كويس جدا. هنزل بقى بكوبايتين زبادي، وكمان معلقة عسل كبيرة، معلقة عسل نحل كبيرة، تبقى حلوة قوي قوي في العجينة دي، كمان بتديلها قيمة غذائية عالية. هقلب بقى العجينة كده شوية مع الزبادي والعسل، وبعد كده هبدأ أضيف كوبايتين مية بالتدريج، وكمان المية بتكون على حسب الدقيق. انا عندي الدقيق ده هياخد كوبايتين ميه. الكيلو ده هيعمل لي 4 بيتزات كبار، ممكن نقسمه على 6 ونعملهم 6 وسط. هفضل بقى اعجن كده حوالي 10 دقايق ربع ساعه لحد العجينه ما تلم معايا، وكمان هضيف الميه بالتدريج. وتقدروا بقى لو عايزينها احلى واحلى وتعملوا منها قرص، ضيفوا لبن دافي بدل الميه. كمان البيتزا لو عايزين تضيفوا لها لبن دافي بتبقى تحفه. انا هنا ضفت ميه لان اليوم ده ما كانش متوفر عندي لبن، فهنستخدم يا اما ميه دافيه او لبن دافي. وهعجن بالطريقه دي لحد ما تلم معايا العجينه، بس العجن مش اقل من 10 دقايق ربع ساعه، عشان العجينه تبقى سهله في الفرد معانا، وكمان تبقى اتعجنت كويس بالشكل ده. كده كنت بضيف الميه بالتدريج لحد ما بقت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هحط عليها بقى معلقتين زيت زيتون كبار، وكمان تقدروا تستبدلوا اي زيت تاني غير زيت الزيتون. وهعجنها كمان دقيقتين كده والمها بالزيت. بعد كده هسيبها تخمر لمدة ساعة، ولو الجو برد شوية ممكن نسيبها اكتر كمان. لو ما عندكوش وقت تقدروا تحطوا كاتشب على البيتزا وبتدي نتيجة هايلة، او تعملوا زي حالتي كده لو عندكوا وقت تقدروا تعملوا الصلصة دي، بتبقى حلوة جدا وسهلة قوي. معلقتين زيت كبار زيت زيتون، وبعد كده هحط عليهم شوية طماطم او صلصة زي ما تحبوا. هبهرهم ملح، فلفل، بابريكا، توم باودر، بصل باودر، شوية كمون، شوية كزبرة، وشوية زعتر. وكمان هحط حوالي نص كوباية صغيرة كاتشب عشان تديلها طعم كده حلو. كمان حطيت نص معلقة سكر. هقلب كل ده واسيبها تغلي غلوة واحدة، وبعد كده اطفي عليها. هنا بقى العجينة بتاعتي بعد ساعة كانت خمرت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. لو تلاحظوا هنا انا ما فضيتش الهوا منها قوي، يعني هي خمرانة زي ما هي. هبدأ بقى اقسمها ل4 وهبدأ اشتغل على طول. لو انا كنت فضيت الهوا منها ما كنت هركن يعني هكورها واسيب كده العجين يرتاح كمان 10 دقايق. فانا هنا سايباها بالتخمير بتاعها زي ما انتوا شايفين. وهبدأ بقى قسمتها كده قطع متساوية، هكورها بالشكل ده، وهبدأ اشتغل على طول اول ما اخلصهم. وطبعا كل ما هتسيبوها كل ما هتخمر اكتر واكتر. العجينة حلوة جدا، تتفرد بكل سهولة، عجينة قطنية كده تقدروا تشكلوها زي ما انتوا عايزين. بس زي ما قلتلكوا اغلب الوقت بضيف لها لبن بالشكل ده. هاخد بقى واحدة واحدة كده افردها، وهي سهلة معايا في الفرد زي ما انتوا شايفين، ما بتاخدش وقت خالص معايا، وما بتلمش كمان لما باجي افردها لانها ارتاحت كويس جدا. وكنت بقى مجهزه الحشو بتاعي سوسيس، وكان عندي حتتين لحمه مسلوقه كده شوحتهم بشويه فلفل وشويه دبس رمان وبهارات، وكان عندي صدور شويتها وقطعتها وكده. اي حشو بقى انتوا عايزينه بتحطوه. بصوا بقى وانا بفردها تتفرد بكل سهوله معايا. هكملها بقى بالنشابه بالشكل ده. فردتها كده كويس جدا وحطيتها في صينيه مدهونه زيت. بعد كده خرمتها بالشوك عشان ما تتخمرش معايا تاني او ما ترتفعش تاني معايا. وحطيت بقى شويه صلصه، شويه جبنه موتزاريلا، وعليها الحشو بتاعي ده. كان اول حاجه اللي هي اللحمه المسلوقه.
او مش اللحمه المسلوقه، يعني احنا حولناها بعد كده حاجه شبه الشاورما يعني، بس هي مش شاورما. هي كانت عباره عن قطعتين لحم مسلوقين في التلاجة، خدتهم وقطعتهم قطع صغيره مع فلفل الوان وشويه بهارات وشويه دبس رمان، ادتني اللي انتوا شايفينه ده. عشان كده دايما بقولكم من بواقي التلاجة ممكن نعمل حاجات كتيره جدا، اختراعات في نفس الوقت مش هتكلفنا كتير. وهنا بقى غطيت وشها بالجبنه الموتزاريلا، وكمان ضفت لها زيتون وحطيتها في الفرن، كل ده بيسخن. تاني واحده فردتها معاكم اهو، برضو الصينيه دهنتها بالزيت. هبدا بقى احطها في الصينيه، ودي هعملها صدور فراخ مشويه. تتبيله الفراخ المشويه عندي على القناه، هسيب لكم اللينك بتاعها في الديسكريبشن. هدهنها صلصه بالشكل ده وعليها جبنه موتزاريلا، وهنا هضيف صدور الفراخ اللي انا مقطعاها، وبعد كده هحط كمان فلفل الوان وزيتون بقى كده ايه، وندلعها شويه وندخلها الفرن. وكمان شويه جبنه موتزاريلا على الوش لحد ما طلعت بالجمال اللي انتوا شايفينه ده. اخر حاجه بقى، يعني عملت واحده بقى سوسيس، بس دي ادم كلها على طول اول ما طلعت. اخر واحده بقى عملتها ميكس بين الهوت دوج وبين صدور الفراخ. شايفين بقى شكلها عامل ازاي؟ وبكده اكون خلصت الفيديو بتاعي. لو عجبتكم الطريقه او عجبتكم الوصفه، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب او اشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد.